السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. شايفين الرغوه اللي على الوش دي؟ على فكره دي رغوه هشه جدا، يعني ممكن ساعه ساعتين، ليله كامله بالكتير والرغوه دي تختفي لوحدها. لكن لو عايزه تخلصي منها هقولك تخلصي منها ازاي بسهوله، في خلال 10 دقايق بالكتير. انا هجمع الرغوه دي وهفصلها في طبق. انا بس عايزه اوريك شكل الجل، لان دي نتيجه مختلفه خالص عن نتيجه الجل لما جيت اعمل الوصفه نفسها. انا ما صورتلكيش الطريقه، بس صورتلك الخلاصه يعني. ده شكل البرسيل بعد ما عملته. المفروض ان انا خلصت فيه شغل، والمفروض ان انا بعد شويه هرجع له اظبط القوام بتاعه. لما رجعت له كان بالشكل اللي انت شايفاه، كتل على الوش وميه سايله تحت. لو ده حصل معاكي، انت هتشتغلي على الطبقه اللي فوق دي، ملكيش علاقه خالص بالميه اللي تحت دي ثابته معانا لاخر الفيديو. احنا هنحاول نفصل الطبقه دي لوحدها في بوله، وعندك اكتر من اضافه تحطيها عشان تخلي الكتل دي تفك وتبقى عباره عن جل، وبعدين تمزجيها مع الجزء السائل. اول حاجه ممكن تضيفيها، بس هتحتاجي منها كميه كبيره، انا يعني هجرب معاكي معلقتين بس. اي جل عندك، صابون سائل، برسيل جل، شاور جل، اي جل عندك هتضيفي منه على الرغوه وتقلبيها هتفك معاكي. اول ما تيجي تضيفي عليها الجزء السائل بقى، هنجرب دلوقتي برضو في شويه صغيرين كده هتلاقيها فصلت تاني. المشكله بقى ان انت محتاجه كميه كبيره من الجل علشان الرغوه دي ما ترجعش تفصل تاني، فده هيكلفك، وانت اصلا مكلفه الوصفه وانت بتعمليها. يبقى الحل هنا ايه؟ ندور على اضافه تانية تحل الجل ده وتفتته، بس ما تكلفناش كتير. شايفه زي ما انا بقول لك كده، انا اول ما ضفت بس شويه ميه من الميه السائله اللي عندي، اللي هي بتاعه البرسيل، اصلا ابتدى يفصل تاني. هنعمل ايه؟ برضو هنشتغل على الطبقه التقيله دي، ملناش برضو علاقه بالجزء السائل. زي ما بقول لك كده، هو ثابت معانا على وضعه لاخر الفيديو. خلاص انا فصلت الرغوه اللي على الوش او الكتل اللي على الوش ايا كانت، هفضيها في بوله، وهبتدي بقى اضيف لها اضافه مش هتكلفك حاجه خالص. ميه من الحنفيه هتسخنيها بس على النار، وتبتدي تحطيها جزء بجزء وتقلبي. كل ما تضيفي جزء تلاقي القوام بيفك وبيتقل، تضيفي جزء تاني هيتفك الرغوه دي والكتل اللي ماسكه في بعضها دي وتتقل، وتبقى عباره عن جل تقيل قوي، زي العجينه الخام كده. هتفضلي تحط لها ميه سخنه وتقلبي لحد ما القوام بتاعها هيبقى سائل. يعني دلوقتي كل ما بتضيفي ميه بتتقل، هتستمر على كده لحد الجل ده ما يفك والكتل دي كلها ما تختفي، ويبتدي القوام يبقى سائل معاكي. يعني تيجي تضيفي ميه وتقلبي تلاقيه ابتدى يخف القوام بتاعه، وخلاص هيبقى زي الصابون السائل العادي. تاخدي بقى البوله زي ما انا هعمل كده بالظبط وتضيفيها للجل كله وتقلبي، هيرجع معاكي زي ما كان في الاول خالص قبل ما يفصل. زي ما انت شايف كده، مفيش شفافيه، ميه سايله خالص كده، والكميه يا دوب تضاعفت بس. هنا بقى هتجيبي البطل معانا اللي بيعالج لنا اي فصل في اي جل، الصابون البلدي. هتجيبي حوالي مثلا 100 جرام من الصابون المبشور، وتدوبيه في اقل كميه ميه سخنه. الكميه دي هتظبط لك قوام البرسيل اللي انت عاملاه وتخليهولك مظبوط ومفيش فيه اي فصل. دوبت الصابون كويس قوي، هتلاقي رغوه على الوش. طبعا الرغوه دي هتختفي لوحدها، بس انت عشان تخلصي منها هتاخديها تلميها كده وتحطها مع الصابون وتقلبي. هيبتدي شكل الصابون يتغير ويبتدي قوامه يتقل، لان الرغوه دي اصلا عباره عن صابون وانت بتخلطيها مع صابون اصلي. فدلوقتي بقى الكميه هتزيد معاكي، فهنجيب بوله اكبر شويه بننقل فيها الشغل ده كله. يعني انت لما تكوني بتعملي صابون وعندك خلفيه بتصنيع الصابون البلدي، ودايما بتحولي الجل، وحصل معاكي فصل زي ده، لازم تشغلي دماغك. المشكله مش في الجزء السائل خالص، المشكله في الجزء اللي فاصل فوق، سواء كان رغوه كثيفه او كتل صابون. هي دي اللي انت دايما هتشتغلي عليها. الرغوه والكتل اللي كانت معانا كلها اختفت، احنا فتتناها، فككناها وخليناها تجانست مع الجزء السائل، وبقت عباره عن جل قوامه موحد. في طريقة أنا شفتها كتير على اليوتيوب، إن هما بيرفعوا الجل كله على النار وهو فاصل كده، وبعدين يبشروا صابون ويبتدوا يحطوه مع الجل ويدوبوه، والقوام بيتظبط بس بشكل مؤقت. ممكن بعد يوم أو 2 يرجع يفصل تاني. لكن الطريقة دي لو جربتيها، الجل هيقعد عندك شهر و2 و3 بنفس القوام. وجربي.
انا كده جبت البوله ونزلت بالرغوه الاول اللي على الوش، وبعدين نزلت بالصابون اللي انا مدوباه في ميه سخنه، وبعدين نزلت بالجزء السائل اللي معانا وبقلب. طول ما في رغوه بتظهر معاكي انت هتضيفي ميه تاني لحد ما الرغوه دي تختفي. ولو ظهرت على الوش بتكون رغوه هشه زي ما شفتها في اول الفيديو. ودلوقتي حالا هقولك هتتصرفي فيها ازاي. ممكن تسيبيها براحتها لحد ما تختفي خالص وتدي البرسيل تقليبه، خلاص هيبقى معاكي زي الفل. او تعملي زي ما انا هعمل كده. الاضافه اللي انا بحطها دي خلاص انا خلصت البرسيل واطمنت على النتيجه بتاعته، فحطيت له كيسين جل كده يعطروه بس ويظبطوا لي الرغوه. بعد ما بيبرد بيبقى بالشكل اللي انت شايفاه، قوامه موحد، فيه نسبه شفافيه ما شاء الله. طبعا لسه هيبرد ويتقل اكتر والشفافيه دي هتقل شويه، بس القوام هيبقى مظبوط. الرغوه دي بقى لو مضايقاكي افصليها وزوديها شويه ميه بارده من الحنفيه وقلبيها وسيبيها ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه بالكتير. هترجعي تلاقيها ميه هشه كده سايله ما فيهاش اي رغوه خالص، او فيها رغوه بسيطه. اول ما تحطيها على الجزء التقيل ده وتقلبيها هتختفي. ولو سبتيها لوحدها تاني يوم الصبح هتختفي، مش هيبقى لها اي اثر وهيبقى البرسيل زي ما انت شايفه كده. لو مستعجله هتاخدي بقى الرغوه زي ما انا فصلتها كده في بوله، تحطي عليها كوبايه ميه وتقلبيها، ترجعي تلاقيها بالشكل ده. سهل عليكي بقى تضيفيها للبرسيل وتديها تقليبه كويس. طبعا القوام كل ما بيقعد وكل ما بيبرد هيتقل اكتر وهيبقى زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي. طبعا المشكله دي اتعرضت لها كتير وسالتوني عنها في التعليقات كتير، وكنت دايما بشرح لكم الخطوات دي في التعليق. ناس كتير كانت بتطبق الخطوات وبتنجح معاها، وناس كتير ما كانتش بتنجح معاها. من النهارده لو حصل ده معاكي ما تقلقيش، انت عرفتي هتتصرفي ازاي. كل اللي هتعمليه هتشتغلي على طبقة الرغوة او طبقة الجل او كتل الصابون اللي على الوش. الجزء السائل ده مش هيفرق معاكي اي شغل تعملي فيه، كل شغلك هيبقى على الطبقة دي لحد ما تفككيها وتحليها خالص وتخليها عبارة عن جل تقيل تبتدي تخفيه بالجزء السائل اللي موجود عندك، وكده يبقى الجل بتاعك قوامه موحد.